الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 19 يوليو. زي النهاردة من عام 1800 الإفراج عن السيد محمد السادات بعد أن بقي معتقلا في القلعة مدة طويلة باعتباره أحد زعماء الثورة في القاهرة، وقد تم الإفراج عنه في عهد قيادة الجنرال مينو بعد أن سدد الغرامة المفروضة عليه، واشترط عليه الفرنسيون أيضا الاقتصاد في معاشه وتحديد إقامته. عام 1885 وفاة محمود باشا الفلكي، أول عالم عصري خطط معالم الإسكندرية القديمة. كان ناظرا لمدرسة المهندس خانة، ومثل مصر في المؤتمر الجغرافي الذي عقد في باريس عام 1875. تولى وزارة الأشغال عام 1882، كما شغل منصب وكيل وزارة المعارف ورئاسة الجمعية الجغرافية الخديوية. عام 1928 وزارة محمد محمود تستصدر أمرا ملكيا بحل مجلس النواب، والحكومة تغلق دار البرلمان وتختمه بالشمع الأحمر لمنع اجتماع أعضاء البرلمان المقال. فقد أصدر الملك فؤاد قرارا بذلك، وتم تأجيل انتخاب الأعضاء الجدد وتعيين أعضاء بدلا منهم في مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات. انتقلت السلطة التشريعية خلال تلك السنوات الثلاث للملك، وذلك بمراسيم لها قوة القانون. كان ذلك نتيجة لنزاع شديد بين الأحزاب، أدى هذا النزاع إلى إقالة الحكومة وتأجيل انعقاد البرلمان، والذي تبعه حل المجلس بعد ذلك. زي النهاردة من عام 1944 فاروق الأول ملك مصر يصدق على قانون خاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية. كان من ضمن نصوص هذا القانون أن يكون المحامي حاصلا على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق المصرية، أو على شهادة أجنبية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود.